تحالف جديد بالصحراء المغربية، هذه المرة جاء من فرنسا. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون حفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات. بيت حانون هي إحدى بلدات شمال قطاع غزة، تعمل بالزراعة وتضرب جذورها في التاريخ قرونا قبل الميلاد. إن المساعدة التي أمر بها جلالة الملك لسكان غزة تتكون من أزيد من 40 طنا من المواد الغذائية بما فيها المواد الغذائية الأساسية. نحتفي إذن برأس السنة الأمازيغية الجديدة 1974 من خلال عطلة وطنية مؤدى عنها. زاحت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء والسيدة بريجيت ماكرون الستار عن اللوحة التذكارية للمسرح الملكي للرباط. ووصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ليعطي انطلاقة الأشغال لتشييد محطة تحلية مياه البحر لتغطية جهة الدار البيضاء سطات. نظام التعاقد في قطاع التربية الوطنية انتهى. الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن. المغرب يتبوأ المرتبة الأولى إفريقيا في تصدير السيارات. تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية. تشرف بالمثول بين جلالتكم نصركم الله أعضاء حكومة صاحب الجلالة في صيغتها الجديدة. سفيان يا سفيان، المغرب في الميدالية الذهبية، الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ المغرب. The women's marathon T12 as she heads across the line is going to Morocco. كيعلن على افتتاح تسجيله، كيعلن على نهاية العقبة التهديفية. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيتم تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية للسكان المتضررين جراء زلزال الحوز ل5 أشهر إضافية. تعزيز البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، قررت الحكومة منح دعم إضافي للأسر المستفيدة من هذا الدعم لصالح أطفالهم المتمدرسين في بداية الموسم الدراسي. سجل قطاع السياحة ببلادنا رقما قياسيا جديدا بتوافد 15.9 ملايين سائح حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي. هذه المقاربة طار اللي أعطت نتائج مبهرة. الحكومة عملت على ورش كبير وتم افتتاح 50 قاعة سينما في جميع جهات المغرب. إحداث وحدة صناعية ضخمة ببلادنا جيجا فاكتوري لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بكلفة استثمارية تبلغ 12.8 مليار درهم. وزير الفلاحة يتعهد بمواصلة دعم علف الماشية لفائدة مربي الأبقار والأغنام. اليوم كنعرفوا بأن الخضر نقص في الثمن، اليوم وصلنا باش غادي نزيدوا إن شاء الله حتى السنة يكون الدعم غادي يبقى مستمر. بالنسبة للبنية التحتية الصحية كتواصل الحكومة تنزيل مشروع تأهيل 1400 مركز صحي للقرب بلغت وتيرة إنجازها أزيد من 60%. 1400 مركز صحي للقرب أو ما يسمى بسبيطار الشومة في المغرب كامل، في القرية وفي المدينة. حدود 11.5 مليون مواطن مغربي مسجل نظام التغطية الصحية متضامن. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة. The hosts of the FIFA World Cup 2030 will be Morocco, Portugal and Spain. مبروك.